لو اترفضت التأشيرة أعمل تظلم ولا أقدم من جديد؟ وسؤال النهاردة بيجي بعد أي رفض. لو اترفضت الفيزا أعمل تظلم ولا أقدم من أول وجديد؟ والإجابة هي الاتنين ممكن، ولكن كل واحد وليه ظروفه. أولا التظلم أو الأبيل معناها إنك بتطلب من السفارة تراجع قرار الرفض. لازم يكون عندك أسباب قانونية قوية وترد على سبب الرفض مباشرة، ومش كل السفارات بتقبل التظلم وبعضها بيكون من خلال المحكمة. لازم تكون عارف سبب الرفض إيه ومعاك المستندات الدالة على عكس قرار السفارة. والأهم هو إن التظلم بياخد وقت أطول من 15 ل 60 يوم أو أكتر على حسب الدولة. تاني حاجة إعادة التقديم أو الري أبلاي، ودي معناها إنك بتبدأ الطلب من أول وجديد، ولازم تغير وتقوي أوراقك، وينفع تقدم في أي وقت، مفيش مدة انتظار محددة. وده طبعا إلا لو الدولة قالت كلام غير ده، لأن خلي بالك إن في بعض الدول بتقول لو أخدت رفض ما تقدمش قبل 6 شهور، لأن لو قدمت مش هننظر للورق أصلا. نصيحتي ليكم لو سبب الرفض بسيط وغلط منك قدم من جديد، انما لو متاكد ان القرار ظالم وسندك قانوني جرب التظلم. وفي كل الاحوال ما ينفعش تقدم بنفس الورق ولا تتجاهل سبب الرفض. تابعونا كل يوم في سين وجيم مع منفيس، واسال وافهم وسافر مع منفيس.